السلام عليكم. عندك آلام مزمنة على مستوى الظهر، والآلام هذه راك تعاني منها عندها مدة وهي معك. رحت عند بزاف دكاترة فحصوك، داروا لك أشعة وعطاوك تشخيص، قالوا لك عندك أرني ديسكال. ولكن كاين دكاترة اللي قالوا لك لازم لك عملية جراحية، وكاين دكاترة اللي قالوا لك لا ماشي تاع عملية جراحية، وانت راك مضطر بين الرأيين. ريح معايا في الفيديو هذا، راح نقول لك وقتاش تكون العملية الجراحية لازمة لما تكون عندك أرني ديسكال، وقتاش لا ما تكونش لازمة ويكون عندنا الوقت. ولكن قبل ما نبداو الفيديو اضغط على الزائد وضيفنا هكذا باش يوصلك كل جديد. خلينا قلب، والأسئلة تاعك ديرها في تعليق هكذا باش نقدر نجاوب عليك. نبداو على بركة الله. لازم نعرفوا، والحاجة اللي نديروها مليح في بالنا وتفرحنا هي انه 90% من الناس اللي عندهم هرني ديسكال العلاج تاعهم ليس جراحي، ماهوش تدخل جراحي. ودوكا نجو للأعراض. وشنو هي الأعراض تاع الهرني ديسكال؟ وهذه الأعراض تختلف الحدة تاعها من مريض إلى آخر، كل مريض وكيفاش تكون الحالة تاعو. الحاجة الأولى هي الآلام، السطر اللي يحكمك من أسفل الظهر ويهبط لك مع رجليك، الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى أو حتى الرجلين في زوج. ثاني حاجة هي ديشارج إلكتريك، تحس إن ماس تحكمك من أسفل الظهر وتهبط لك حتى لصباعتيك. ثالث حاجة تنمال رجليك ينملوا ولا يرقدوا مدبخين. حاجة الرابعة هي فشل في العضلات، معناتها رجليك ما يقدروش يحملوك. هذه هي الأعراض. وقتاش تكون العملية الجراحية لازمة ولا مستعجلة؟ كاين 3 أعراض خطيرة، إذا كان واحد منهم لازم عملية جراحية. العرض الأول هو التبول لا إرادي، أعزكم الله. كاين يكون عنده أرني ديسكال ولما تزيد تتطور معاه يبدا ما يتحكمش البول، أعزكم الله. هذا عرض خطير. العرض الثاني هو رجلك تطيح، معناتها المشطة تاع رجلك تطيح لك وما تقدرش ترفدها، يولي رجلك تمشي وتسحب فيها. هذا عارض خطير، لازم تدخل جراحي مستعجل. اما العارض الثالث اللي هو سبجكتيف، معناتها تقريبي ماهوش دقيق، اللي هي الآلام. لازم تكون الآلام قوية جدا، مضادات الآلام ما تفيدش معاها، من الصغيرة حتى الكبيرة ما تفيدش معاها، والآلام هذه مزمنة معناتها تخليك فراش. هنا لازم تدخل جراحي باش نحو هذاك الضغط على العصب. هنايا ما غير هذو 3 أعراض عندنا الوقت، نجربوا الدواء، نجربوا العلاج الفيزيائي، نجربوا الحقن. عملية الجراحية نخلوها هي آخر حل. هكذا نورمالمون درنا التفرقة. لما يكونوا أعراض خطيرة عندك من واحد من هذو 3 لازم تدخل جراحي، ما عندكش هذو 3 هنا عندنا الوقت بالعقل نشوفوا المشكل وراه ونحاولوا نعالجوه بدون عملية جراحية فيما يقارب 90%. أما إذا كان واحد من هذو 3 هنايا لازم تدخل جراحي. وما ننساوش مع دكتور سايح كل يوم نصيحة في جراحة العظام والمفاصل. سلام.